في القرآن الكريم الله عز وجل ذكر لنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هذا عمل طوعي من نبي من أنبياء الله ورسله. يعني رأى امرأتين بحاجة تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هذا عمل تطوعي نبيل قام به موسى لاتجاه بنات ما يعرفهم وليس له بهم علاقة، وفي بلد هو غريب فيه أيضا. تجد أن كثيرا من الناس عندنا ربما يكون عنده نوع من العمل التطوعي في بلده، لكن في البلد الغريب عندهم يعني مبدأ أنه يعني إذا كنت غريبا فلا تبالي بهم ولا تلتفت إلى عمل تطوعي في بلد أنت غريب فيه مثلا. كذلك في قصة الخضر عليه الصلاة والسلام، يعني مع موسى أيضا، لما دخلوا القرية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الخضر هنا يقوم بعمل تطوعي، أنه يأتي إلى جدار ليتيمين في المدينة فيريد أن ينهدم الجدار، فيقوم الخضر بإقامته وتعديله، ويبين أن هذا كان بأمر الله عز وجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد مثلا في الجاهلية حضر ما يسمى بحلف الفضول، وحلف الفضول هو عبارة عن عمل طوعي ليس إلزاميا وقبل الإسلام، واتفقوا فيه على نصرة المظلوم ورد المظالم وحفظ الحقوق بين الناس. وفي المدينة مثلا كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يعني أول ما دخل المدينة قام بعمل تطوعي وعمل جماعي، لأن التطوع ممكن يكون عمل فردي وممكن يكون عمل جماعي. فكان بناء المسجد عملا طوعيا، وكانوا يبنون المسجد لئن قعدنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بممارسة العمل، وهنا أنبه إلى قضية مهمة، وهي أن يكون الكبار قدوة. هذا قد يشجع على العمل التطوعي. كون الملك مثلا أو الرئيس أو الأمير أو الوزير يقوم بمبادرة معينة ولو كانت رمزية وإعلامية، هذا يشجع الناس على أن يقوموا بهذا العمل. فأنت هنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بنقل اللبن والتراب والحجارة في بناء المسجد، فالصحابة رضي الله عنهم يتحمسون ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ثم يقوم مجموعة أخرى طبعا يتناشدون الأشعار ليتحمسوا على العمل الطوعي. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. واحد من الذين كانوا يعملون عملا تطوعيا كان اسمه جعيل قبل الإسلام، اسم ليس بجيد، جعيل. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه كعادته في التفاؤل وسماه عمرو. يبدو أن جعيل هذا رجل يعني صاحب خفيف الظل خفيف الدم، والصحابة رضي الله عنهم يتعاطون بمثل هذه المعاني. فأثناء العمل وحمل اللبن والحجارة والطين جاء جعيل هذا يحمل بعض اللبن، فقال الصحابة رضي الله عنهم حطها أنشودة ونكتة، سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظهر للبائسين والمحتاجين، هذا عمل طوعي. شوف كيف وصفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، أنه ظهر للبائس للمحتاج دائما، عون له حتى في ملاحظة الجانب الإنساني أو المعنوي. لذلك العمل التطوعي أيضا ليس فقط عملا ماديا، هو عمل إنساني، البسمة، الأخلاق الطيبة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من العمل الطوعي وهو الخليفة أنه كان أبو بكر يحلب المنائح للجواري، فلما ولي الخلافة قالت البنات بعضهم لبعض الآن أبو بكر لا يحلب لنا انشغل. قال والله لا أترك عملا كنت أعمله قبل الخلافة إلا عملته. فكان يأتي للجارية ويحلب لها منيحتها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا الخليفة الثاني، مرة من المرات كان يعس فوجد في الخيمة في المدينة، وسمع من الخيمة صوت يعني غريب، والرجل جالس عند الخيمة سأله ما الخطب، ما هذا الصوت؟ قال له أنا رجل غريب وأعرابي جيت أطلب الرزق. قال له طيب الصوت اللي أسمعه داخل الخيمة ما هو؟ قال انصرف رحمك الله، دعني وشأني. ألح عليه، هو لا يعرف عمر من هو، لا يعرف أنه أمير المؤمنين. قالوا هذه زوجتي تولد في حالة مخاض ولا عندها أحد. فذهب عمر مسرعا إلى بيته وجاء إلى زوجته أم كلثوم وقال هل لك في خير؟ لاحظ هنا الأسرة تقوم بعمل تطوعي، لاحظ المرأة، لاحظ الكبير. قالت ماذا؟ قال امرأة تولد. فأخذوا ملابس للأطفال وأخذوا قدر وطعام ولحم وأشياء وذهبوا إلى الرجل. فدخلت المرأة تولد الزوجة وجلس هو مع الرجل يتحدث معه ويطبخ ويشب النار وعمل الطعام، ثم أصبح يقدم الطعام له، والرجل لا يعرف أن هذا عمر رضي الله عنه. بعد قليل المرأة صاحت بعمر رضي الله عنه وقالت له يا أمير المؤمنين أخبر صاحبك بأن الله قد رزقه بغلام.
فلما سمع الرجل الكلمة هذه أمير المؤمنين انتفض وارتبك إن اللي قدامه يخدمه هو الخليفة عمر رضي الله عنه. فقال له عمر هون عليك، واستمر عمر يقوم بهذه الخدمة. عثمان رضي الله عنه مشهور جهوده في العمل التطوعي. علي أيضا يعني من أطرف الأشياء عن أنه لما قال له خازن بيت المال، ترى مليان بيت المال فلوس، دعا الناس ووزع عليهم أعطياتهم حتى ما بقي في بيت المال شيء. من باب الطرفة أن علي رضي الله عنه قام وكنس بيت المال ثم صلى في مكانه ركعتين.